السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال الخلطه ديال الحنه. كنتمنى اذا عجبكم ديروا لي لايك الفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد القناه. وهنايا بالنسبه للتخليطه غادي نحتاج حنه اللي تكون مزيانه وجديده، ودائما نقلبوا اللون ديالها يكون خضر، يعني خضره جديده ماشي قديمه وقهويه مغلوقه. وكنستعمل معاه دليود الاطلس. فهو كيتباع بالبيدو ديال 5 يطرو، وممكن كاين اللي كيبيعوه بالتقسيط، مثلا كياخذ البيدو كيحلو كيبقى يفرقوا على قريعات ديال يطرو ولا نص يطرو. كاينين بعض الدروكريه كيديروا هاد القضيه هادي. ممكن تلقاو عند بنات اخرين كيبيعوه، وكاينين ديال اليطرو كنقولوا له دوليو ديال اطلس سبيسيال. هنايا اللي بغيتو ديروا الملحه ديروها، بغيتو ديروا السكر مع الماء ديروه، المهم على حسب الاختيار. ولا ما بغيتي ديري والو ما ديري والو، يعني راه الدوليو مع الحنه راه كافي. وهنا كما كتشوفوا انا زدت الدوليو هو الاول على الحنه، فهنايا درتها جاريه الصراحه بداك الدوليو. فمن الاحسن يعني الحنه غير ترملوها بالدوليو، هذاك هو القياس ديال الدوليو مع الحنه. اما الا جرات لكم بالدوليو فالصراحه يمكن شي مرات كيحرقها شي مرات ما كتخرجش. فمن الاحسن يعني ديروا الدوليو غير بكميه قليله اللي يرمل لكم الحنه. ومن الاحسن ما تستعملوش هكا البيدو ديال 5 يطرو نيشان، فرقوه في قريعات صغارين، منها تحافظوا عليه، منها فاش تجي تخويه الحنه تخويه غير الكميه المناسبه. فهنا مع الفيديو كنكون كنصور وداك الشيء فكيتخوالي الصراحه. اما فاش كنكون هكا عادي غادي نخلط تخليطه عاديه، كنخوي غير بلاتي عليا وصافي وكنخلط. وبالنسبه للبنات يعني حتى لا لنفترض مثلا انا هنا بغيت نوريكم، تعمدت انني نزيد دوليو اكثر من القياس باش نوريكم، يعني ولو انكم تغلطوا مثلا ديروا الدوليو اكثر من القياس في الحنه، راه ملي كديري الماء كيتجمع راسو، يعني كتجمع داك الحنه كترجع كتجمع عادي، يعني ما تخافيش منها ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين، انا قلت لكم زعما القياس باش كتجي الحنه مناسبه وما كتحرقش الكليانات بزاف، زائد انها ما كتحرق لكمش الحنه وكتخرج زوينه. وبالنسبه للتخلاط يعني نتوما كتشوفوا الطريقه، كنبقى نزيد الماء شويه بشويه وكنخلط مزيان. فبالنسبه اللي غتعيا لها يدها بهذه الطريقه الصراحه كتعيي اليد. من الاحسن انك تبقاي تزيدي الماء شويه بشويه وتخلطي بداك الطراب الكهربائي اليدوي اللي كيكون ديال هذاك اللي كيكون فيه الفوي وهذا، وتخلطي به. فهو كيساعد الحنه باش انها تخلط مزيان بحال كطربي شي كريمه. وكيخلطها مزيان ما كيخليلكش كاع الحبيبات. ولكن حتى باليد انا بالنسبه لي كنستعن غير بيدي، ما شاء الله الله يخليها ليا. صراحه صعيبه ولكن المهم كنقول ماشي مشكل، غتخلطيها وصافي وغتحيدي. المهم كنبقى نخلطها مزيان. انا كنوريكم هنايا راني خلطت كميه كبيره. من الاحسن البنات فاش تكونوا تخلطوا كميه كبيره يا اما تقسموها بحالي على جوج زلايف، اولا غديروا شي زلافه كبيره يعني شي بول كبير اللي فين غادي تخدموا الحنه وانتم مرتاحين، يعني خاصها تيسع فين تبقاي تخدميها مزيان. اما الا عمرتي زلافه ما غتخلطلكش الحنه مزيان وغتعذبك في التخلاط. فمن الاحسن يعني الا كانت عندك كميه كبيره د الحنه فرقيها اولا ديريها في بلاستيك، يعني في ميكا اللي كنديروها في الكونجيلاتور، ولا المهم اي بلاستيكه وتكون قاصحه شويه وديري فيها الحنه وتخلطيها عادي. يعني حتى هذيك الطريقه كتساعد انها تخلط الحنه. وكما كتشوفوا راه من بعد ما كنخليها ترتاح شويه ونخلط الاخرى عاود نخلي الاخرى ترتاح ونخلط هذه حتى كترجع عندي كريميه. باش تعرفوا الحنه واش دات لكم البنات، هي فاش تكوني هكا كضربيها بالمعلقه تبقى تبعك في المعلقه، يعني باش كتعرفيها بانها رجعت كريميه. شوفوا هذه اللي باقي ما رديتهاش بحال الكريمه، باقا ما كتلصقش في المعلقه، وكما كتشوفوا باقي القوام ديالها شويه شاده راسها. يعني فمن الاحسن تبقاو تزيدوا الماء بشويه بشويه كما كندير انا مثلا بمعلقه، وتبقاي تخلطي مزيان حتى ترجع عندك كريميه. يعني فاش تهزي المعلقه تبعك الحنه مع المعلقه، وهي كتبغي شويه المجهود والصبر ماشي مشكل، يعني تاخذوا وقتكم واحد شويه. من تكون عندك شي كليانه ولا خدمه ضروري خصك تمشي، تخلطيها بنص ساعه قبل، يعني تخدميها على خاطرك وداك الشيء. اما قلت لك الا كان عندك الميكسور يعني راه غتجيك ساهله، هذاك الطراب اليدوي غتجيك الصراحه ساهله احسن من انك تبقاي تخبطيها هكا بالمعلقه، اولا الا درتيها في ميكا راه حتى هي ساهله الصراحه. مي انا صافي ولفت هاد الطريقه تنقول كتجيني ساهله. صافي كنخلط بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا راه الحنه كانت جامعه راسها، ولكن ملي كتبقاي تخلطيها وتعطيها الماء شويه بشويه كما كتشوفوا هانتوما القوام ديالها كيرجع كريمي، كترجع رطبه وملسه ودغيا كدوز لك في التقشيره ديال لي باموس.
وهنا كاع هي باينه القوام. يعني انا خليت لكم الفيديو راه مره كنجربه وراه كنخليه بشويه. كما كتشوفي يعني خصها الحنه تتبعك بالمعلقه، ولا رسمتي الرسمه باش تعرفي بانها القوام ديالها هو هذاك، يعني ما جارياش وما قاصحاش، هو انك ملي غديري بحال هكا يعني غتهبط، ولكن فاش غتشكلي شي شكل غتبقى على داك الشكل. يعني ماشي غديري مثلا رسمي 8 ولا بابيونه ولا اي حاجه رسميها هكايا عليها، خصها تبقى هكاك يعني واقفه، ماشي انت ترسميه وهي تذوب وتسيح مع الحنه، فعرفي هذيك الحنه راها جاريه بزاف وما صالحاش. المهم هنايا غادي ناخذ واحد القرعه وبلاستيكه ضروري فين غادي نصفيو الحنه، وتقشيره هاد لي باموس. البنات من الاحسن تاخذوا شي تقشيره اولا ليبر اللي تكون شويه قاصحه وشاده راسها، يعني باش ما تطرطقلكمش ملي تكونوا كتصفيو الحنه. وكنلبسها في ديك القرعه بحال هكا كما كتشوفوا، وانا كنعقد لها داك الجنب الاخير باش ملي كنجي نصفي كنشد من داك العقده ومن الاول ديال الليبر باش تخرج لي نيشان مصفيه مقاده. وهنايا كما كتشوفوا راني خلطت الحنات بجوج اللي كانوا عندي بسلايف بجوج، وغادي نخويها بداك التقشيره. ومن بعد ناخذ البلاستيكه. انا بالنسبه لي هنا الحنه راه ما تنبغي حتى حاجه تضيع، يعني انا ضربت عليها تماره واحد المجهود، فكناخذ زلافه كنلحسها مزيان بصبعي صافي، يعني ما نخلي حتى شي حاجه كتضيع الصراحه، لان ديك الحنه كلها غادي تستهلكيها وغتحتاجيها. المهم هنا من بعد ما غادي نسالي الحنه في ديك التقشيره ديال باموس غادي ناخذها ونديرها في البلاستيكه اللي غادي نصفي فيها. الصراحه واخا ما نشرح لكمش راه الفيديو كيشرح نفسه. هنايا في يدي راه الحنه ديال البارح، يعني درتها مع ديك 3 ديال الصباح، راكم عارفين مع كنسالي الحنه وداكشي وكنرجع للدار. كنخلط الحنه كندير بديك الحنه اللي كنت مخلطاها قبل اللي نقشت بها للناس باش كنشوف في يدي واش غتخرج ولا لا. يعني اصلا انا كنجربها قبل، كنعاود نجربها من بعد. فهنايا يلاه النهار الاول ديالها يعني راني درتها في الصباح مع ديك 3 الصباح. انا ما كنباتش بها الصراحه، غير خليتها نشفات لي باش نعس نرتاح، حيدتها صافي وخليتها. مره كندهن يدي بالزيت، مره كندهن يدي فازلين. صراحه هاد المره هادي ما دهنت حتى شي حاجه وخليتها. وكما كتشوفوا في الفيديو راه كنعصر الحنه مزيان بديك ميكا، وكيبقى لي في ديك التقشيره غير دوك الحبيبات اللي ما تخلطوش مزيان ولا لا كان شي عويد دايز. هي صراحه ولات الحنه رطبه ما بقاش فيها دوك العويدات، ولكن المهم الا دازت شي حاجه في الحنه راه كتبقى في ديك التقشيره. ونرجع لكم زعما على حساب الحنه اللون ديالها. فهنا هذا هو اللون الاول. من بعد كتبقى غادا راه في الاول كتبان لكم بحال صفراء، يعني فاش كتحيدي الحنه في الاول من يدك كتبان لك بحال صفراء. لا غد ليه يعني لا نعستي وفقتي كتبان لك هذا اللون هذا اللي هو حميمر مغلوق. وكتزيد هي من الصباح دابا هكا وانا كنخلط الحنه العشيه فاش جيت نخرج عند الناس زادت تغلقت بزاف. بقاو كيقولوا الناس لا خصني بغيناها زعما تخرج لنا بحال اللون ديال يدك. كنقول لهم زعما راه نفس الحنه نفس التخليطه نفس الدوليو نفس كلشي.